السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأنس، ويلا بينا نبدأ حلقة جديدة من برنامج الخلاصة. حلقة النهارده جايين نتكلم فيها على لقاء نادي الزمالك ونادي الاتحاد السكندري، اللي أصلا الزمالك ما جاش من أول الماتش. الزمالك التالت لقاء على التوالي بيخسر نقط، تعادلين وهزيمة. في إيه؟ عايزين نفهم، ما احناش فاهمين إيه اللي بيحصل من لعيبة نادي الزمالك. والله ما أنا عارف. لعيبة الزمالك لا جت الماتش ولا راحت الاستاد ولا كان عندهم لقاء النهارده، لكن اللعيبه كانت جايه تتمشى. الماتش النهارده كل اللوم للعيبه. فريرة اخطا، فريرة رحل، لا فريرة ما رحلش. فريرة لازم يعيد تنظيم ورقه ويعيد تنظيم فكره من البدايه. اللي بيحصل في الزمالك ده غلط. اللوم الاول والاخير على اللعيبه. ده مش منظر لعيبه جايه تقاتل على الماتش. اللعيبه النهارده من بدري بترمي الفوطه. النادي الاهلي كده هو اللي هياخد الدوري. قلت في الحلقه اللي فاتت لو اتحدنا هنكون احسن من كده بكتير، لكن اللي بيحصل ده اسمها مرقعه. لعيبه الزمالك بتمرقع، ده مش لعيبه. رئيس النادي اي قرار هياخده تجاه اللعيبه دي هو عنده حق. سيبك بقى الاعلام يسخنك ويقول لك فريرة يمشي. اكبر خطا ان فريرة يمشي. اللعيبه دي قلت لك في الحلقه اللي فاتت في دماغها حاجه انها تمشي المدرب، واللي مخلي اللعيبه قلبها جامد كده ان كل لاعب ما عندوش بديل. كل واحد في دماغه ان مهما يلعب وحش هينزل الماتش الجاي. وده مشكله في الاداره انها لحد النهارده لحد اللحظه اللي بكلمك فيها دي في الصفقات. فاستحمل، انت اللي عملت كده. مفيش لعيبه، كل واحد ضامن مكانه وخلاص. الخسران في الاول وفي الاخير هو نادي الزمالك وجماهيره واللي واحد. بيحصل ده ما يرضيش ربنا. لازم وقفه مستشار مرتضى منصور للعيبه دي. طبق اللائحه، خصومات، وقف اللي المدير الفني شايفه يعمله. لكن قصه ان احنا نشيل مدير الفني هل اللي جاي ده هيبقى احسن من فريرة في ظل ازمه الدولار؟ هتعرف تجيب مدرب فني اجنبي ولا هترجع للمصري؟ مفيش حد في مصر مدرب مصري مع احترامنا للكل كف في الفتره ديت اللي يمسك الزمالك. غير احمد سامي وسابقا مش هتسيبه، مستحيل، انسى. من وجهه نظري انا ماليش دعوه بحد، كل واحد شايف مدرب بدماغه. بس انا بقول لك الزمالك المره دي لازم يعيد ترتيب حساباته. وقلتها في الحلقه اللي فاتت، لو احنا ما عدناش الدوامه ديت ولا حاجه، ولو اتحدنا هنكون في نهايه الدوري بنرفع درجه الدوري، لكن ده مش هيحصل. اللي بتعمله ده مش هيحصل. انا مش عارف اقول لك ايه. الزمالك طول اللقاء مش غير تسديدتين. في اخطاء ان سيد دماغ بره ماشي، بس هل فريرة هينزل يقول لعيبه تمشي في الملعب كده؟ مستحيل. يعني انت وجاي تقسمها لمين مخطئ؟ الزمالك فيه مدرب وفيه لعيبه، اللعيبه مخطئه بنسبه 90%، مدرب 10%. ده الله يرضى لك، وده اللي اي زملكاوي بيفهم هيقوله. لكن اللي بيحصل ده غلط. والله ما في حد في لعيبه الزمالك كانت بتلعب النهارده غير عواد ودونجا. ربنا يحميك يا ابني والله. لعيب عنده غيره، عمال كل كوره بيقاتل عليه. التسديدتين الاثنين كانوا منه. كابتن امام في ايه؟ يا الكوره بتلعب كده؟ امال فين زمان ما شوط وكده وكده وشاور على رجليك فين؟ في ايه؟ الجزيري نسي كوره، والله نسي كوره. حمزه المسلوسي ماتشين حلوين وماتشين ما شفتوش خالص. يعني عبد الشافي النهارده بيأدي احسن من اللعيبه بتأدي دي كلها. شوف عنده كام سنه النهارده. واحد زي محمد عبد الغني نسي الكوره، والله نسي الكوره. انت في ايه؟ محمد عبد الغني ده افتكر انت جاي من الدرجه الثانيه لولا الزمالك وانت هتلعب في الدرجه الثانيه، مع احترامنا لكل اللعيبه هتلعب في الدرجه الثانيه، بس اللي خلى محمد عبد الغني اسم هو نادي الزمالك، مش اي حد تاني. فاللي انت بتعمله ده حرام للفرقه اللي جابتك من الدرجه الثانيه ولعبتك درجه اولى وعرفك للجمهور. انا مش فاهم، مفيش كلام تكتيكي اقول له ازاي ما شاطش. تخيل الاتحاد اخطر من نادي الزمالك في كل كوره، في كل هجمه، في كل ركنيه. الهجمه المرتده بتتلعب للاتحاد تخوف عن هجمه نادي الزمالك. ازاي يفهم؟ اللعيبه دي جت من الانديه اللي هي زي الاتحاد وطلائع الجيش وزي انبي عشان تبقى من لعيبه الصفوه في مصر. اللعيب المدرب بتاع منتخب مصر بيدور عليه، بيدور في اهلي والزمالك اول حاجه. انت فاهم؟ قلت لك الاهلي وحش، وفعلا الاهلي كان وحش، بس عاد يعني انه يفكر كويس وجاب تدعيمات. لو الاهلي ما جابش تدعيمات كان يبقى زيك كده، لكن احنا في تدعيمات.
كل شويه انت من فتره رئيس النادي يطلع لك انا معايا مليار ومعايا وهعمل استاد. سيبك من مش عايزين استادات، وقلت لك في الحلقه اللي فاتت احنا مش عايزين استادات. احنا بنحب الزمالك الصغير اللي احنا بنحبه، احنا بنحب الزمالك ان شاء الله يكون كده اهو. احنا راضيين. اطلع شد اللعيبه، ما تقولش شدهم، طبق عليهم لائحه زي ما قلت لك. لكن اللي بيحصل ده ما يرضيش حد، اقسم بالله ما يرضي حد. في ايه يا جدعان؟ اللعيبه بتاخد ارقام لكل تجديد، يطلع لك انا عايز رقم فلان، انا عايز رقم العلان. طب ما تأدي وخد، ما عندناش مشكله. لكن اللي بيحصل ده غلط، اقسم بالله غلط كبير. وهقول لك بدايه الغلط دي من التدعيمات، ان احنا ما لعبناش كويس، ما عندناش اطراف، مفيش اجنحه. الاهلي هيلعب مع المصري بكره، لو كسب انسى بقى. يعني انسى، صعب انك تاخد منه الدوري، مع ان لسه بدري. بقول لك من دلوقتي لسه بدري. لو اتحدنا كل فيديو يقول لك لو الزمالك اتحد هناخد الدوري في نهايه السنه. لكن بالاسلوب ده وبالطريقه دي والله ما احنا واخدين حاجه. انا عايز اي منصه او اي صفحه تاخد الكلام بتاعي ده وتوريه للعيبه. اقسم بالله حرام اي جنيه يتاخد من لعيبه نادي الزمالك الفتره ديت، حرام. احنا صوتنا راح من التشجيع، وصوتنا راح من كل اللي بيحصل، كتر الكلام. في بدايه الدوري ماشي كويس، وكنت انت اقرب واحد. ماتش اسوان زفت، ماتش الداخليه زفتين، ماتش الاتحاد النهارده 3 زفتات. في ايه بيحصل؟ احنا وحشين قوي 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 قوي. انا عايز لعيبه الزمالك دي متروح تتفرج على الاعاده. بص امام وهو بيتمشى، بص الجزيري مش موجود، مصطفى شلبي يا دوب اهي، عبد الشافي يا راجل بيحاول، بس فين؟ ده سيد عبد الله لما نزل كان احسن من اللعيبه الموجوده. زيزو مختفي بقاله اكتر من ماتش، طب ده ما اقدرش اكلمه، بقاله موسمين 3 اداؤه ثابت. لكن في ايه؟ حتى شيكابالا لما نزل ما اثرش، ما شدش اللعيبه مع انه الكابتن. كان المفروض شيكابالا يشد اللعيبه، لو هيزعق معاهم ويتخانق معاهم عشان يلعبوا اداء احسن من ده، اول ناس هتكون في ظهر جمهور نادي الزمالك اللي مش عاجبه اللي بيحصل ده. بجد انا عايز افهم فيه ايه والله ما انا عارف. اللي عنده عرض من اللعيبه او شايف انه مش هادي يمشي، مع احترامنا لاي حد، لا هتقف عليك ولا على غيرك. عارفين المشكله فين بجد؟ ان احنا نزلنا بالسكواد. احنا كنا ناس بتجيب بن شرقي وساسي ولاعيبه، نزلنا السكواد ده، وده مش غلط. اللعيبه دي هي كانت عايزه تلبس تيشيرت نادي الزمالك، وفين؟ كل واحد يطلع انا اتمنى كنت العب في نادي الزمالك من زمان، وي 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 وي. قصه الحمضانه دي مش عايز اسمعها تاني. والله العظيم انا لو مسؤول ما هدي الواحد جنيه ان شاء الله يفسخ عقده ويمشي على الاداء ده. اديك عينيا الاثنين لو بتلعب، هدعمك واقف وراك واشجعك لو بتلعب. احنا خسرنا بطولات ياما وما زعلناش، كنا بنطلع نسقف للعيبه عشان بتلعب كويس. لكن في ايه؟ مش كويسين، والله ما كويسين، ولا هنبقى كويسين بالاداء ده. انا مش فاهم. فوق قلت لك في بدايه الحلقه غلطان، غلطان، بس قلت لك بنسبه 10% انه اتاخر في التغييرات وانه غير على اللعيبه دي. لكن هيجي في دماغه يسخن مرتضى منصور ويطلع يقول لك اقيل مدرب، والله العظيم لا نخش في دوامه ما هنطلع منها ولا 3 4 سنين لقدام. واظن الناس بتنسى، ارجع بالزمن وافتكر لما مشي فوقها في الاول دوامه ودوامه 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 ودوامه. انا مش عارف اقول ايه ولا اتكلم اروح لحد فين. يعني هقعد اتكلم وعلى الفاضي هاخد الكلام من هنا اطلعه من هنا. انا راجل مش مشهور فكلمتي مش مسموعه، لكن اقسم بالله لو كنت راجل عندي صفحه فيها مثلا 1 ولا 2 مليون متابع وصوتي بيوصل للعيبه، لكنت عملت لايف وجمعت فيه الناس وعملنا ثوره على اللعيبه دي. ده ما يرضيش ربنا ولا يرضي حد. والله في يوم من الايام هيبقى ليا صوت ومسموع، وشوف هعمل ايه في اي لعيب متخاذل، عشان ده ما ينفعش ولا يرضي حد. اتفرج اما تروح شوف جريتك في الملعب دي جايه لعيب، ده لعيب بيقاتل، دي لعيبه عايزه تجري وتكسب وتشجع الكيان وتبقى تقول لك اصل انا بقى نفسي العب في نادي الزمالك. فين؟ ما حصلش. لسه الموسم طويل، والله العظيم لو لعيب برجوله لا يكسب الدوري في الاخر. الاهلي مش هيتعثر ولا ماتش هيتعثر،
وانت قدامك ماتشات رايح جاي لك وسبتهم كل سنه وانت طيب، هتركب الدوري. لكن فين؟ انت النهارده نزلت الرابع، بعد كنت الاول نزلت الرابع. ده ما يرضيش حد ويضايق اي حد زملكاوي بيسمع كوره. انا خلصت كلام لحد كده، بس والله جوايا كلام كتير عايز اقوله، مش عايز اطول على حضراتكم، بس جوايا كلام كتير ونار عايز اتكلم فيه. لكن انا اتمنى وقلت لك الحلقه اللي فاتت ان 2023 تكون سنه سعيده، وبدايتها مش باين انها هتبقى حاجه حلوه. فيا ريت تخرجونا من كل اللي بيحصل ده. مستر فريرا شد على اللعيبه، نزل اللي انت عايزه، قعدتهم كلهم يلعب بالناشئين، محدش هيزعل. لما تقعد اللعيبه ديت كل واحد مع احترام لاي الانديه اللي ولا هينزل يلعب في الاتحاد ولا في سموحه ولا مش هيعرف. طالما هو بيأدي الاداء ده في الزمالك هيروح يأدي في اي فريق تاني، والله ما هو لاعب كوره، مش لاعب كوره. في النهايه كان معكم رمز، اشوفكم حلقه جديده، سلام.